اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احسن متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ النهارده يا جماعه هنعمل كعك العيد. كعك العيد اولا انا النهارده هشتغل على 3 كيلو. عايزين مقادير كيلو، يبقى الكيلو بياخد 500 جرام سمنه. 500 جرام سمنه، وبياخد معلقتين سكر، وبياخد 3 معالق او معلقتين سمسم، ومعلقه بيكنج باودر صغيره. سامعين؟ الكيلو بياخد ربع معلقه بيكنج باودر صغيره. انا هاخد على 3 كيلو معلقه صغيره، يبقى انا باخد على الكيلو ربع كيلو، عشان هحط برضو نص معلقه خميره. انا هاخد على 3 كيلو معلقه خميره واحده، ماشي؟ عشان ما ينتفخش منك، النقشه بتروح منه. انت مش بتعملي عيش، انت بتعملي كعك. يبقى هنحط على الكيلو ربع بيكنج باودر، هنحط عليه ربع خميره على الكيلو. ال3 كيلو هاخد عليهم معلقه بيكنج باودر ومعلقه خميره. خلاص متفقين؟ معلقه خميره صغيره مش كبيره. دلوقتي هنشوف المقادير كده. انا قلت لكم على مقادير ايه؟ مقادير الكيلو. ال3 كيلو هاخد كيلو ونص سمنه على 3 كيلو دقيق، ماشي؟ وهنحط معلقه بيكنج باودر ومعلقه خميره، وهاخد على كل كيلو معلقتين سكر، على كل كيلو معلقتين سمسم. بتحب السمسم حط 3 معالق على كل كيلو، يعني انا هاخد 9 معالق على 3 كيلو، ماشي؟ معايا ريحه الكعك ديت اختياري مش اجباري. انا بحب الكعك بريحه الكعك زي ما انا اتعودت او اتربيت عليه. انا وزنت على الميزان معاكم اهو. ال3 كيلو اهوت كيلو ونص سمنه بالظبط. ومش هقول لك اي اسم سمنه، ومش هقول لك اي سمنه تحبي تشتغلي بيها اشتغلي بيها، بس اهم حاجه عشان الكعك ما يحرقش على صدرك او صدر عيالك، او مش يبقى حامي عليكم، بلاش تقدحي السمنه قوي. بلاش. عايزه تفكيها على النار فكيها، لكن مش تقدحيها. تعالوا نشوف النهارده الكعك بتاعنا، هنشوفه مع بعض ونشوف. ولا اقول لك كاني ولا ماني، عينيك اللي هتوريكي احنا النهارده هنعمله ازاي وهيطلع معانا عامل ازاي. اول هام انا عايزه اعمله بالعجميه او بالملبن. انا هعمله الاثنين في واحد. ازاي؟ هحط مقادير العجميه على الملبن معايا دلوقتي. قبل ما اشتغل في اي حاجه حطيت معلقه قرفه على نص كيلو ملبن، على معلقه زبده، على هنا طحنت فستق ولوز وسوداني اهو كده. انا طحنتهم على بعض اهو كده، ماشي؟ وبحط برضو معلقتين من السمسم اهو. بحط ايه؟ معلقتين من السمسم كده. خلاص. وبدعك ده كله مع بعض مع معلقه الزبده، وهرجع لكم تاني. تعالوا نشوف دلوقتي عملت العجميه. ايوه عملتها. تعالوا نشوف بقى العجميه. شايفين؟ يعني نقول العجميه على البارد هي والملبن عملتهم في بعض الاثنين في واحد كده بالطريقه دي. حطيت المكسرات، اي مكسرات عندك، انا مش بقولك اربطي نفسك باي حاجه، مع معلقتين زبده، مع النص كيلو ملبن. حطيت عليهم المكسرات، وحطيت عليهم معلقتين كمان سمسم، وحطيت معلقتين قرفه كبار عشان انا بحب القرفه. وبقى كعورهم كده زي ما انتوا شفتوا كده اهي. وبعدين نخلص بقى العجميه بتاعتنا الجميله دي، ونخش على ايه؟ على الكعك. انا ممكن دلوقتي ادي حد يعمل لي العجميه دي يخلصها كده، ونخش بقى على ايه؟ على الكعك بتاعنا دلوقتي نخلصه دلوقتي. حالا مش عايزه اطول عليكم عشان الفيديو معانا جميل جميل جميل. الدقيق دوت متعدد الاستخدامات، ماشي؟ اهو هو جميل وزي الفل وزي العسل كده اهوت، ماشي؟ مش بقول لك هاتي من النوع دوت، اي نوع، بس اسالي عليه الاول. الدقيق دوت كويس، نوعه كويس، يعني اسالي عليه. ويا ريت حتى لو انت مش عندك فكره عن الدقيق
اسالي بتاع الافران اللي هو بيعمل الكعك والبسكوت، قولي له دي دوت هيبقى كويس للكعك والبسكوت ولا لا، او اسالي الانسان يعني الشخص اللي انت هتجيبي منه قولي له دوت هيمشي للكعك والبسكوت ولا لا، واساليه برضو يعني، عشان في دقيق بيطرد السمنه ودقيق بيبقى كويس لايه؟ للمخبوزات. طيب دلوقتي احنا حطينا ايه؟ حطينا 3 كيلو دقيق اهو ماشي، ومعايا هنا بسم الله الرحمن الرحيم ادي 1 2 3 4 5 6 دول 6 معالق من السكر. معايا دلوقتي السمسم ده متحمص، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 دول 9 كده من السمسم. عايزه تخليهم 6 يعني الكيلو حطي عليه معلقتين. بتحبي السمسم زيي حطي 3 معالق. بتحبي السمسم زي حطي 3 معالق على الكيلو ماشي. وحطيت هنا معلقه من ريحه الكعك اهيت على ال3 كيلو برضو. هنجيب بقى معلقه صغيره هنحط ايه؟ ربع معلقه. لا انا هحط معلقه على ال3 كيلو. هحط ايه؟ هحط معلقه كده ماشي، معلقه صغيره على ال3 كيلو، لكن الكيلو هتحطي عليه ربع معلقه من البيكنج باودر. اما الخميره هحط عليها معلقه على ال3 كيلو، يعني ال3 كيلو هحط عليهم معلقه خميره اهي كده يا جماعه. ال3 كيلو حطيت عليها ايه؟ معلقه من الخميره وذره من الملح ماشي، ذره صغيره كده من الملح. خلاص ديت كل المواد الجافه اللي احنا حطيناها. خلاص احنا قلبنا بقى كده المواد الجافه كلها اهي مع بعضها كده. تعالوا نشوف دلوقتي هنعمل ايه بقى. ننزل بالسمنه بتاعتنا على الدقيق. دلوقتي مجرد ما فكيت السمنه اهي على البوتاجاز اهي، نزلت بسم الله الرحمن الرحيم، مش كلها يا جماعه، انا قسمتها ورحت راح فكاها على البوتاجاز. احط الثانيه كده والحله سخنه برضو تفك معايا اهي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبس بقى بس جامد، ادام احنا لسه في مرحله السمنه نبس ماشي اهو كده. شايفين اهو كده بنبس الكعك اهو شايفين. وبرده برجع تاني اقول لك اي نوع سمنه اشتغلي بيه. انا ما قلتش اسم سمنه عشان واحده قالت لي انا كنت هتطلق بسبب السمنه دي. ليه؟ قالت لي جوزي قبض وخدت المرتب كله رحت جبت بيه سمنه مش عارفه سمنه ايه. قلت لها طب وليه؟ وتسيبي بيتك فاضي طول الشهر؟ قالت لي اصل انا مش عارفه شفت مين جايبه سمنه حلوه واقنعتني بالكلام خلتني رحت جبت بالمرتب. قلت لها ليه يا حبيبتي؟ على قد الحافه مد رجليك زي ما انت ماشيه امشي. الحاجه اللي تبقى في استطاعتك تجيبيها هاتيها، مش في استطاعتك تجيبيها ما تجيبهاش. على قد الحافك مد رجليك. دلوقتي احنا بنبس اهو شايفين كده اهو. شايفين يا جماعه؟ شايفين كده عمالين نبس في في الكعك كده اهو. ديت مرحله البس، شغالين على ايدينا اهو حاجه زي العسل اهي شايفين. وبعدين موضوع ان انت تعايري بالكوبايه ده غلط، صدقيني غلط. في كوبايات بتفرق عن كوبايات، في كوبايه بتبقى غير الكوبايه التانيه. شايفين اهو انا حطيت بقيه السمنه كده وببس زي ما انتم شايفين اهو كده. طبعا بقى بس يا جماعه شايفين البس اهو. بفرد ايد وبمسك الحبه التانيين بالايد التانيه اهو كده بنبسه كده اهو. بفرد بايد وبنبس بالايد التانيه زي ما انتم شايفين كده اهو يا جماعه. شايفين كده اهو. شايفين بقى قوام العجين بقى عامل ازاي؟ قوام العجين بقى جميل جميل جميل. شايفين عامل ازاي اهو. بس كده طبعا هو لسه ما خلص. بنعمل ايه بقى؟ بنجيب حبه ميه دافيه او
كوبايه لبن وبنفطم بيها العجين، دي اسمها بنفطمه. خلاص تعالوا نشوف دلوقتي هنعمل ايه. معايا دلوقتي دوت كوبايه من اللبن. نشوف احنا بقى دلوقتي بنلم، ماشي، مش هنعجن. ادام حطينا اللبن بنلم اهو. نلم ايه؟ بنلم العجين زي ما انتم شايفين كده اهو. خلاص حطينا اللبن نلم كده. نشوف بقى هياخد مننا قد ايه لبن. ولو مش عندك لبن هتحط ميه، ما تكتريش ميه عشان العجينه ما تنشفش منك. خلاص احنا كده بنلم العجين اهو يا جماعه. احنا كده بسناه وبسم الله ما شاء الله خد مننا القوام الجميل الجميل الجميل. دلوقتي نلم العجين كده عشان نقدر ان احنا ايه نعمل منه احلى كعك. دلوقتي كده يا جماعه شايفين بقى الكعك بتاعنا؟ شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حاجه كده تحفه تحفه تحفه. شايفين العجينه بتاعتي عامله ازاي؟ جميله جميله. الله اكبر. اللهم بارك. كده الحاجه كده جميله جميله جميله. اديني حطيت كده اهو. وشايفين؟ تعالوا بقى نجرب كده نعمل كعكايه مع بعض ونشوف كده الكعك بتاعنا النهارده. انا فعلا مبسوطه مبسوطه من العجينه. بصوا تحفه تحفه. شايفين يا جماعه اهي كده اهي. طبعا معايا البصامه اهي وبروح نازله عليها كده. شايفين الكعكايه بتاعتي؟ حاجه كده اللهم بارك. شايفين؟ جميله تحفه والله تحفه. تعالوا نعمل واحده بالمنقاش مع بعض. شايفين يا جماعه بالمنقاش كده؟ بصوا حاجه كده جميله جميله. صدقوني بنحس برمضان وبالعيد وبالجمال دوت واحنا بنعمل الكعك بتاع العيد. شايفين كده؟ شايفين الكعكايه بتاعتي عامله ازاي؟ تحفه تحفه. شايفين يا جماعه؟ ولا مشققه من الجنب ولا حاجه. والعجينه قد ايه طريقه. انا فرحانه بالعجينه جدا جدا جدا. حاجه كده اللهم بارك. حاجه جميله جميله جميله. طبعا هخلص كله كده بالطريقه دي، ماشي. يعني انا بوريكم كام واحده كده. معايا دلوقتي بتاع الكعكايه اللي بنعمل بيها ديت اهي. برضو بعمل بيها يعني كام واحده كده. انا بوريكم كام نقشه كده اهو. شايفين؟ واو واو. حاجه كده تحفه 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 تحفه. شوفوا يا جماعه اللهم بارك. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. شكل الكعك عامل ازاي؟ تحفه تحفه. شايفين؟ شايفين طلع معايا كميه قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله. طلع معايا كميه رهيبه. دول ال3 كيلو يا جماعه والله. والصواني حجمها بسم الله ما شاء الله كبير. وشايفين؟ شايفين الكعك بتاعنا طالع كده حاجه الله اكبر الله اكبر. حاجه تحفه خالص. شايفين طلع معايا كميه قد ايه؟ شايفين كده طلع معايا كميه قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. رمى معايا كتير كتير. هنوزنه ان شاء الله بعد ما نخلص، طبعا بعد ما يستوي ونشوف ال3 كيلو طلعوا معانا كام كيلو. كده رجعنا لكم بعد ما خلصنا الكعك الجامد الجميل بتاعنا التحفه دوت. تعالوا نشوف كده الكعكه. شايفين قد ايه دايبه؟ شايفين عامله ازاي؟ والله يا جماعه دايبه خالص خالص خالص. شايفين عامله ازاي؟ مش مستحمله اي حاجه. زي ما يكون قريبه زي ما يكون قريبه. مش كعك خالص. حاجه كده جميله تحفه. عايزه اوريكم الحشو بتاعها من جوه. شايفين؟ واو واو. حاجه كده يا جماعه من الاخر والله. ده انا طلعت اول صينيه يعني مش قدروا يقاوموها، كلوها كلها. طعمه خطير خطير يعني. طعم العجميه فيه، طعم الملبن. هو عن يعني كله على بعضه كده. كام واحده عملتها كمان ساده. عايزه اوريكم الساده اللي انا عملتها يعني. كام واحده كده مش فاضلها عجميه، جينا عملناها ساده. والله يا جماعه بصوا جميله تحفه تحفه. شايفين؟ مش مستحمل والله والله ما مستحمل. شايفين عامل ازاي؟ شايفين؟ دي المحشيه. في عندنا برضو فاض كام واحده كده اهوت. مش عملت، مش لقيت حشو فيها. عملناها ساده والله مش لاقياهم. للاسف انا مش لاقياهم. شايفين يا جماعه شكلها عامل ازاي؟ والله تحفه. بقول لكم الكعكايه مش مستحمله والله ما مستحمله. تحفه تحفه. وشكله عامل ازاي من جوه؟
شايفين حاجه كده جميله. تشطري كده وهاتي الحاجه بتاعك كده واعمليه في البيت. والله يا جماعه بصوا مش بتكلف زي ما بتكلف بره، وبتبقي ضامنه جوده الحاجه وتفرحي عيالك. بتبقى فرحه وبهجه لما بتعملي الحاجات دي في البيت. ريحه الخبيث في البيت بيملى الدنيا خير وهنا وسعاده وسرور. وطبعا كده اقدر ان انا اقول لكم يا رب يبقى الفيديو عجبكم، مش تنسوا اللايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد وجديد. ويا رب يجعله عيد سعيد على الامه الاسلاميه كلها يا رب العالمين.